السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه لسان عصفور باللحمه المفرومه، طعمه روعه، احلى من الرز البسمتي كمان. بينفع يتعمل في الافراح بدل الرز البسمتي، يوفر شويه وطعمه جميل جدا ومفلفل، ان شاء الله يعجب. يلا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه حله على النار، هنحط فيها شويه زيت ومعلقتين سمنه، يعني على قد الكمية اللي انت هتعمليها. هنعمل كيلو لسان عصفور. بعد ما الحلة تسخن كده والسمنة والزيت يسيحوا، انزل عليهم بلسان عصفور واقلب على طول. ايدي تكون فيه على طول عشان كله يديني نفس اللون، مفيش حباية تحمر وحباية لا، لازم ايدي تكون فيه على طول. اقلب على طول لحد لونه كده ما يبقى ذهبي معايا، واسيبه يحمر شويه كمان عن الذهبي، يعني ما يكونش ذهبي فاتح قوي، يكون يعني مدي سنه، يعني يبقى ذهبي غامق شويه. طبعا هو على البوتاجاز كده بيحمر، احضر بقى الخضار اللي انا هحطه عليه. كده خلاص اداني اللون اللي انا عايزاه، ذهبي غامق شويه مش فاتح قوي. اول حاجه هنزل بيها بصلايه كبيره كده متقطعه، لو انت طبعا عامله كميه اقل خلي البصلايه متوسطه. بصلايه كبيره متقطعه، مقطعه كمان جزر او بشره جزر، ومقطعه فلفل الوان، وكمان فصين توم. هقلب شويه، يعني انا حطيت البصل وهو ذهبي فاتح شويه، هقلبه شويه كده دقيقتين 3 كده وهو فيه البصل اللي يضطر كده معايا يدبل كده يبدا يستوي، وهو كمان يغمق سنه كمان. حاجه بسيطه بس عشان خاطر يديني نفس لون الرز البسمتي، وكمان يكون مفلفل. هقلب بقى كده، البصل خلاص دبل معايا. بعد كده انزل بقى بفصين 2 بالظبط توم، فص واحد كبير او فصين 2 متوسطين، يا اما اقطعهم شرايح يا اما اهرسهم. هما عندي مفرومين، هقلبهم تقليبه واحده، ما اسيبهمش يحمروا ولا اي حاجه، ويا دوب ريحه التوم تطلع بس. تقليبه واحده كده مع البصل ومع لسان عصفور. كده خلاص انزل بقى بقيه الخضار اللي انا مقطعه. معايا الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والجزر المبشور، جزرية كبيرة مبشورة، وواحدة فلفلاية الوان حمراء وواحدة صفرة، وكمان قرنين كده شطة خضرة. لو عايزة تحطي فلفل اخضر برضو حطي. ودي حبة توابل، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات 7، وكمان هحط عليها بهارات الكبسة. هحط شوية كده من بهارات الكبسة، معلقة كبيرة مليانة او معلقتين، وكمان واحدة لومي مع الملح والفلفل الاسود والبهارات 7. لو عايز تحطي بقى تزودي اللي انت عايزاه، مرق الدجاج زودي، كمان زودت ورق لورا وحبهان، لو عندك حبهان مطحون حطي، مفيش حطي سليم. كل البهارات دي طبعا بتديله طعم حلو قوي، وتخليه ياخد نفس طعم رز الكبسة او الرز البسمتي، طعمه حلو قوي. دلوقتي هحط له بقى المية بتاعته، غليت مية في الكتل، انزل بقى عليه كده بالعقد بتاعه، بيكون اكتر من الرز العادي زي الرز البسمتي. لسان عصفور بيشرب الشوربة عادي وما بيعجنش ويخليه مفلفل وطعمه حلو. حطيت له كمان الملح بتاعه، ظبطي الملح بتاعه، وكمان هحط له مرق الدجاج، لو عايزه تحطي، مش عايزه خلاص، هو عليه بهارات كتير وطعمه حلو. حطيت له الشوربه يعني اعلى منه كده بعقلتين صباع زي الرز البسمتي. هغطي عليه بقى كده لحد ما يشرب الميه بتاعته على نار عاليه، وبعد كده هدي. كده خلاص شرب الشوربه، هدي بقى النار خالص عليه واسيبه بقى حوالي ربع ساعه كده يستوي. النار هاديه جدا، خلاص كده استوى، مفلفل جدا. طفيت عليه خلاص النار. طبعا لو عايزه تشيلي بقى الورق دون عادي، ورق اللورا يتشال او الليمون اللومي يتشال، او تشيليه وانتي بتغرفي، او تحطيه كده يدي شكل كده للاكل. جميل جدا، طعمه حلو مفلفل قوي، ما يتعرفش ما يتفرقش من الرز البسمتي. وطبعا اللي بيخليه زي الرز البسمتي البهارات الكبسه اللي احنا بنحطها، لما تحطي عليه بهارات كبسه يديكي طعم الرز البسمتي بالظبط، كانك عامله رز كبسه. فلازم طبعا يكون عليه بهارات كبسه. لو حطيتي له توابل وبهارات عاديه يبقى طعمه حلو برده، مفلفل برده وطعمه جميل، بس مش هيكون طعم الرز البسمتي، هيكون فيه اختلاف عن الرز البسمتي. لكن بهارات الكبسه بتخليه زي الرز البسمتي بالظبط. كده خلاص غرفته في السرفيس بقى،
كمان لو عندك بقى لحمة مفرومة، انا عندي لحمة متعصجة كده، تحطي على وشه لحمة مفرومة، طعمه هيكون حلو قوي. ممكن تعملي معاه اي حاجة برضو، تعملي معاه فراخ مشوية او بانيه او اي حاجة معاه، برضو هيكون طعمه حلو قوي. بس هو باللحمة المفرومة كده زي الرز بتاع الافراح بالظبط. مفلفل جدا وشكله حلو وطعمه حلو، وارخص كتير من الرز البسمتي وبيديكي نفس الطعم. مفلفل جدا، مهما تحطي له شوربه ما بيعجنش ولا حاجه، بيكون طعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه دي ويعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.